عندما نجحت جمجمة في أن تصبح ممرضة، قال لها الطبيب إنها سوف تعمل في القصر الملكي، وهذا ما كانت تريد جمجمة للانتقام من الوصيفة شوي. ذهبت إلى مين جانج هو لكي تخبره أنها سوف تذهب للقصر. ذهبت جمجمة إلى بوابة القصر ودخلت منه. أول شيء ذهبت إليه هو المطبخ الملكي، لكنها وجدت الوجوه قد تغيرت ولم تكن تعرف أحد أبدا. تم الاجتماع مع الأطباء والممرضات لكي يجدوا علاج للملكة مع حضور الوصيفة الأولى. من كانت الوصيفة الأولى؟ جوم يونج أصبحت الوصيفة الأولى للمطبخ الملكي. عندما رأت جمجمة أصبحت خائفة ومندهشة من وجودها هنا في القصر، وجمجمة أيضا اندهشت من رؤية جوم يونج وهي الوصيفة الأولى للمطبخ الملكي. عند المغادرة نظرت جوم يونج بكره إلى جمجمة، ولم تتكلم جمجمة أبدا. جوم يونج كانت متوترة وخائفة جدا من جمجمة، حتى الأشياء سقطت من يديها من شدة الرعب. كانت تفكر لماذا جاءت جمجمة للقصر مرة أخرى وما هو هدفها. حتى جمجمة كانت حزينة على نفسها وعلى الوصيفة هان. ذهبت جمجمة لكي تعطي الدواء للملكة، لكنها كانت مريضة جدا. وهنا دخلت الوصيفة شوي لكي ترى الملكة، فنظرت إلى الممرضة وقالت لها ساعديها. فجأة رأى كل منهما الآخر. شوي قالت لها من الدهشة كيف أنت هنا وماذا تفعلين هنا؟ قالت لها جمجمة يجب الآن الاهتمام بصحة الملكة وليس شيء آخر. عندما خرجت شوي كانت ينغرو في انتظارها في الخارج، وخرجت جمجمة أيضا ونظرت إليها وعرفت أن شوي أصبحت السكرتيرة الملكية للقصر. ذهبت جمجمة إلى المطبخ الملكي وبدأت تستعيد ذكرياتها مع الوصيفة هان، لكن جوم يونج طردتها وقالت لها لا يوجد لك مكان هنا. وعندما خرجت وجدت شوي وقالت لها ماذا تفعلين في القصر؟ قالت لها جمجمة لماذا أنت خائفة مني؟ وبعدها ذهبت، وهي في الطريق رأتها ينغرو وانصدمت. بعدها ذهبت جمجمة لكي تبحث عن صديقتها يون سانج، ووجدت الوصيفة مينا الطيبة ومع تشين. فرحوا جدا عند رؤيتها وبكوا جميعا. وحضرتها الوصيفة مين. سألتها جمجمة عن يون سانج، فقالت لها الوصيفة مين إنها تدعو الله لكي تراها مرة أخرى. فذهبت إليها جمجمة وقالت لها لقد جئت إليك يون سانج، وحضنوا بعض بشدة وعيطوا. قامت يون سانج بطبخ طعام لجمجمة. كانت جمجمة تبكي عليها بشدة. جلسوا مع بعض لكي يحكوا ما حدث معهم. قالت يون سانج إنها أرادت أن تخرج من القصر وأن تبحث عن صديقتها، وإنها كانت تريد الانتقام من تشوي. قالت لها جمجمة لقد جئت لهذا السبب، للانتقام منهم جميعا. جمجمة أصبحت ممرضة في القصر، وانصدمت شوي ومن معها عندما عرفوا هذا. دخلت جمجمة القصر، وكانت الوصيفات يحبونها كثيرا لأنها تخبرهم عن أشياء مهمة للحفاظ على بشرتهم. قالت لها وصيفة إنك أول ممرضة تخبرنا بالمعلومات المهمة للحفاظ على بشرتنا.
وأثناء حديثهم مع جمجمة دخلت عليهم الوصيفة الأولى للمطبخ الملكي جميونج، فخرجت الوصيفات وبقيت جمجمة معها. قال جميونج لها: أريد أن تدلكي قدمي الآن. جميونج كانت تريد إذلال جمجمة، كانت تكرهها بشدة، وقالت لجمجمة: أنت مجرد ممرضة وأنا هنا كل شيء، يجب أن تفعلي ما أقوله لك. فجلست جمجمة وقامت بتدليك قدم جميونج، وقالت لها: إن الدم والطاقة متجمعين في منطقة معينة في القدم، ويجب عليك تدليكهما باستمرار حتى لا تصيبي بمرض في القلب. كانت جميونج تنظر إليها نظرة شخص خائف ومتوتر. هكذا الظالم يعيش عمره كله خائف ومرعوب ولا ينعم بالحياة أبدا. في نفس الوقت كانت شوي تتحدث مع رئيس الأطباء في القصر، والذي ساعدها زمان في التخلص من هان وجمجمة، وكانت تفكر معه كيف سيتخلصون من جمجمة. وكان كل من في القصر متوتر بسبب مرض زوجة الملك التي كانت حامل ولا يعرف أحد علاجها. وهنا ظهرت الممرضة يوري الشريرة. لا تنسوا شكلها لأنها سوف تتعاون مع تشوي في التخلص من جمجمة. كانت يوري هي المسؤولة عن قياس نبض زوجة الملك، وكانت تقول للدكتور المعالج بماذا تحدث. كان الطبيب يجلس خلف الستارة وتقوم الممرضة بأخذ الأوامر منه. كانت زوجة الملك مريضة جدا ولا يعرف أحد تشخيص مرضها. طلبت يوري من جمجمة وتشين أن يفحصا نبض الملكة باستمرار ويرعوها جيدا. قامت شينبي وجمجمة بقياس نبض الملكة، لكن جمجمة حست بشيء غريب، وطلب منهم الطبيب بعمل وصفة دواء. وأثناء خروجهم قالت لهم ممرضة تعمل في القصر إن زوجة الملك فقدت جنينها وإنها في حالة صعبة جدا. استمر مرض زوجة الملك بالرغم من فقدانها الجنين، ولا يدري ما بها من الأطباء، لكن جمجمة كانت تشك في الأمر، وخصوصا نبض الملكة التي تقيسها الممرضة يوري. فسمعتهم الممرضة يوري وقالت لهم: هل تشكون في موهبتي في قياس النبض؟ وقالت لهم: أنا أعمل في القصر من زمان وأفهم جيدا في قياس النبض، وأنا متأكدة من تشخيصي جيدا. لكن جمجمة لم تقتنع بكلام يوري وقالت: هناك شيء غريب. وأمر رئيس الأطباء باستخدام الوخز بالإبر كعلاج للملكة. وقامت يولي بعلاج الوخز بالإبر. تعبت الملكة جدا بعدها تعبا شديدا. فاجتمع رئيس الأطباء بهم مرة أخرى وقال: ما الخطأ الذي حدث؟ فقالت يولي: لقد قمت بوخز الإبرة في المكان المخصص لها. وقالت كبيرة الممرضات إن يولي متفوقة في الوخز بالإبر وقياس النبض ولا يمكن أن تفشل. وقال رئيس الأطباء إن الملك غاضب جدا من عدم اكتشاف مرض الملكة حتى الآن، بالرغم من وجود أمر الأطباء في المملكة في القصر. وعند خروج الأطباء من اجتماع رئيس الأطباء
كانت شين منتظرة طبيب شون وأخبرته بما تحس به جمجمة. وذهبت شيبي إلى جمجمة وأخبرتها أنها قالت للطبيب على ما تشك به جمجمة، لكن جمجمة لم تكن تريد منها إخبار أحد حتى تتأكد بنفسها. وتم الاجتماع مرة أخرى، وسأل الطبيب جمجمة: هل النبض الذي شعرت به مختلف عن شعور يولي؟ فقالت: نعم. فقال رئيس الأطباء: كيف نثق في كلام ممرضة مساعدة ليس لديها خبرة؟ قالت جمجمة: لقد شعرت بنبض مثل نبض الحامل. فقال لها: هل أنت متأكدة من شعورك بهذا النبض؟ قالت: نعم، أنا متأكدة من هذا النبض، وهذا يعني أن ملكة تحمل جنين ميت في بطنها. فقال الطبيب: إذن الملكة حامل في توأم. وقرر الأطباء تغيير العلاج، وطلب الطبيب من يولي أن تقوم بوخز الإبرة للملكة، لكنها رفضت، وقالت جمجمة تفعلها وتتحمل المسؤولية. وقامت جمجمة بوخز الإبرة للملكة، وكانت تراقبها تشوي وتتمنى من داخلها أن تفشل حتى يتم سجنها والتخلص منها. وفعلتها جمجمة وقامت بوخز الإبر، وذهبت لتحضير الدواء لتشربه الملكة، وفي انتظار ماذا سيحدث للملكة بعد هذا العلاج. وكانت يونغرو وجوميونج في انتظار فشل جمجمة والتخلص منها. وبعد شرب الدواء تعبت الملكة وحدث لها نزيف وأخرجت طفل ميت كما قالت جمجمة. وفرحت جمجمة جدا لأن تشخيصها كان صحيح، ونظرت إليها يولي نظرة حقد وكره. واعتذرت يولي أمام الأطباء وطلبت نقلها للمستشفى الملكي لكي تتدرب كثيرا على قياس النبض، لكن رئيس الأطباء رفض. وقالت لها الممرضات: لا تحزني، نحن نعرف مهاراتك. فردت عليهم: سوف أتدرب كثيرا وسوف تساعدني جمجمة في هذا.
بعد خروج الممرضات اعتذرت لها جمجمة، لكن يوري نظرت إليها بكره شديد وقالت لها: لقد دمرتني فعلتك ولن أنسى هذا لك. في نفس الوقت لم تكن تعرف يونسانج أن جمجمة نجحت في تشخيص مرض الملكة، وكانت تدعو الله أن يحمي جمجمة، وكانت الوصيفات تسخر منها لأنهم يعتقدوا أنها تدعو الله لكي يرضى عنها الملك ويزورها في بيتها.